بركاته. اليوم وصفتنا جدا مميزة ولذيذة، المسخن الفلسطيني بالدجاج. حاولت اختصر لكم فيديو قد ما اقدر. هنا عندي الدجاج وراح اكتب لكم كل المكونات في الوصف. هنا ضفت البهارات والبهارات الصحيحة وزيت الزيتون والليمون والسماق والبصل، وافرك الدجاج واخليه تقريبا ساعتين ثلاثة، واذا كان ليلة كاملة بالثلاجة يكون افضل. هنا نزلت على قدر بدون طبعا زيت لان الزيت موجود اساسا في الدجاج، وقلبتهم لحد ما يتغير لونه، وراح انزل البهارات وباقي البصل وكوب ماي واخليه يستوي لمدة ساعة كاملة. هنا عندي كمية من البصل افرمها وانزلها على تاوة، واضيف كوب من زيت الزيتون وملعقتين كبيرة من السماق وكمون، واقلبهم واغطي، وارجع اقلبهم كل 5 دقائق واغطي لحد ما يستوي معايا بهذا الشكل. هنا استوى عندي الدجاج، اروح اجهز العجينة للخبز. اضفت 3 أكواب طحين، ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة سكر، رشة ملح، وكوب وتقريبا ونص ماي. اعجنها واخليها تتخمر، بعدين اقصصها قطع صغيرة حسب ما انتم تحبوا القرص كبير او حبات صغيرة حسب رغبتكم. واخبزها اول شي نفردها واخبزها في تاوة، او اذا انكم حابين تسووها اقراص صغيرة حطوها في صينية ودخلوها الفرن من فوق وتحت. هنا استوى عندنا كل كمية الخبز. ارجع اجيب البصل وانزل عليه شوي من مرق الدجاج واقلبهم مع بعض، واضيف شوي دبس رمان. اغمس الخبز في مرق البصل والدجاج واضيف من البصل. اكرر الطريقة لحد ما اخلص كل الخبز، واحط الدجاج وارش عليه شوي من موية البصل وزيت الزيتون، وادخل الفرن يتحمر شوي. وهذا صار جاهز. زينه بالمكسرات والبقدونس، وصارت وصفتنا جاهزة، وأتمنى تجربوها لأنها جدا جدا لذيذة ومميزة. هنا سويت صوص الطحينة، طعم كان جدا خرافي، أتمنى تجربوها. السلام عليكم.